السلام عليكم. لو جينا نتكلم عن جامعة 6 أكتوبر فاحنا لازم نقول إن دي أقدم جامعة خاصة اتعملت في مصر. الجامعة دي فيها 14 كلية: طب، هندسة، صيدلة، علاج طبيعي، أسنان، حاسبات، الكليات المشهورة اللي احنا عارفينها. بس فيهم قسم مميز وهو قسم سياحة وفنادق، لأن الجامعة الخاصة الوحيدة في مصر اللي فيها قسم سياحة وفنادق هي جامعة 6 أكتوبر. لو أنت واحد من الناس اللي ناويين يقدموا في جامعة 6 أكتوبر فحب أقول لك اوعى تاخد بعضك وتقطع المشوار ل 6 أكتوبر عشان تقدم، لأني عايز أقول لك إنهم هيقولوا لك ارجع يا صديقي وقدم عن طريق الموقع. هتروح الموقع ازاي؟ هتكتب على جوجل جامعة 6 اكتوبر، مش اكتر ولا اقل، وساعتها هتقدم. بتدفع تقريبا من 2000 ل 3000، مش عايز اقول لك رقم غلط يعني، هو بيبقى من 2000 ل 3000. ده عشان انت بس تقول لهم انا عايز اقدم عندكم. طيب في بوينت عايز ابينها لك، لو انت هتقدم في الجامعة في حاجة اسمها الويتنج ليست. لو انت قدمت فالتقديم القبول مفيش حد بيترفض، غالبا بتتقبل طالما مجموعك جايب الكليه اللي انت قدمت عليها، ولو مش جايب بينزلوك للكليه اللي قبلها على طول. يعني لو انت مثلا اسنان من 80 وانت جايب 79 هتلاقيهم من تلقاء نفسهم بينزلوك لاقرب كليه طبيه قبلها على طول، هي علاج طبيعي على سبيل المثال. ده غير ان انت وانت بتقدم بتكتب تدريج الكليات اللي انت عايزها. بالنسبه بقى للقبول بيجي امتى؟ القبول في الجامعه ممكن يجي لك تاني يوم على طول، لو انت الاسبقيه جايه معاك وتنسيقك والدنيا ماشيه معاك حلوه ممكن يقعد معاك 3 اسابيع. 3 اسابيع دول انت محطوط في الويتنج ليست، بس كده كده مفيش حد بيترفض. لو انت واحد بقى عايش في صعيد مصر او حتى عايش قريب بس عايز تاخد سكن وتخوض التجربه، او مثلا مش حابب موضوع المواصلات يضيع منك وقت زي ما اغلبنا بنحب، فانت قدامك عشان تاخد سكن لجامعه 6 اكتوبر فقدامك يا اما سكن الجامعه نفسه، يا اما سكن الحي الاول في 6 اكتوبر، يا اما سكن الحي الثاني، يا اما سكن الحي السابع. هم دول افضل 4 اختيارات، وقلت الاول والثاني والسابع لان دول اقرب حاجه لجامعه 6 اكتوبر. ولو هتاخد سكن فانا ارشح لك السكن الخارجي اكتر من سكن الجامعه، لان سكن الجامعه بيبقى شبه متهالك شويه وبرضه اسعاره بتكون اعلى من السكن الخارجي، والفرق مش كبير. لكن مع ذلك عايز اقول لك في ناس ساكنين في سكن الجامعه وما عندهمش اي مشكله في الموضوع، فانت ممكن تسالهم برضه. وبالنسبه لموضوع السكن في 6 اكتوبر فانا هسيب لكم لينك فيديو بيتكلم عن موضوع السكن في كل جامعات 6 اكتوبر، سواء بقى جامعه ماست، ام اس اي، جامعه 6 اكتوبر نفسها، جامعه النيل، كل دي جامعات موجوده في 6 اكتوبر، فكل واحد فيهم ليه سكن. فانا هسيب لك التفاصيل في الفيديو كلها. لو انت واحد من اللي ناويين يدخلوا كليه طبيه موجوده في جامعه 6 اكتوبر فعايز اقول لك ان جامعه 6 اكتوبر فيها مستشفى خاصه بيها، مستشفى كبيره جدا هتفيدك في التدريبات، سواء بقى انت كنت داخل في قسم اسنان، قسم طب بشري، قسم صيدله، فالمستشفى دي هتكون مرجع حلو ليك جدا وفايده كبيره ليك. جامعه 6 اكتوبر فيها مكتبه مركزيه خاصه بيها. المكتبه دي في ناس قالوا لي ان دي افضل حاجه موجوده في الجامعه اصلا. المكتبه مجهزه بكل الكتب اللي هتيجي في دماغك، سواء بقى حابب كتب ادبيه، كتب روايات، كتب قديمه، كتب علميه حتى تخص المواد بتاعتك، كل ده هتلاقيه متوفر في الجامعه. ومن اهم المميزات اللي الطلبه اللي جوه الجامعه حكوا لي عليها وقالوا لي الناس هتعرف لما تدخل يعني الجامعه، ان الجامعه فيها مكان كده اسمه اللاف ستريت، لما تدخل الجامعه هتعرف المكان ده، بس احنا ناس محترمين يعني عمرنا ما هنقعد في المكان ده. لما نيجي نتكلم عن شهاده جامعه 6 اكتوبر فانا عايز اقول لك ان جامعه 6 اكتوبر تكاد تكون من اقوى الجامعات شهاده في مصر، وده بسبب انها اقدم جامعه موجوده في مصر او اقدم جامعه خاصه موجوده في مصر. فده كل ما الجامعه بتكون اقدم كل ما شهادتها بتكون اقوى. ده غير انه اوريدي شهاده جامعه 6 اكتوبر هي من اكتر الحاجات اللي بتخلي الطلبه يروحوا يقدموا في جامعه 6 اكتوبر. يعني مش بس تعامل الدكاتره او الحاجات اللي موجوده في الجامعه، لا، اكتر حاجه بتشدهم فكره ان شهاده جامعه 6 اكتوبر قويه جدا، خصوصا لو انت بقى ناوي تسافر بره او كده، في جامعه 6 اكتوبر اختيار حلو جدا ليك. لو جينا نقول بقى مميزات وعيوب الجامعه فلازم اقول لك ان من اهم مميزات جامعه 6 اكتوبر ان هي مش انواع الجامعات اللي بيحاولوا يدولك مثلا امتحانات صعبه عشان تشيل فتنزل سمر فتدفع للجامعه فلوس. لا لا لا، هي مش من النوع ده من الجامعات ابدا، مع ان في جامعات تانية موجوده جنبها بتعمل الحاجات دي، بس لا لا لا، هي ما بتعملش كده خالص. فدي ميزه مهمه في جامعه 6 اكتوبر. الحاجه التانية ان جامعه 6 اكتوبر الدكاتره فيها يعني فكره ان هم دكاتره توب، انا مش محتاج اقول لك حاجه زي دي. فالدكاتره اللي فيها بيبقى فيها غالبا دكاتره مشهورين على مستوى الجمهوريه، ويعني شهاداتهم حلوه جدا وتعاملهم اصلا يعني كويس جدا، وده الغالب في جامعة 6 أكتوبر. لكن مفيش مكان بيبقى فيه كل الناس كويسة، لكن دي هتبقى فايدة حلوة ليك جدا. وأهم حاجة أصلا في الجامعة يعتبر انت والدكتور. لو جينا نتكلم بقى عن عيوب جامعه 6 اكتوبر فجامعه 6 اكتوبر من ضمن العيوب اللي ممكن تكون فيها ان مثلا مش انت اللي بتحط الجدول. يعني موضوع الجدول انت ممكن تلاقي الجدول جاي لك 5 ايام في الاسبوع، فانت مضطر تنزل 5 ايام في الاسبوع، 4 ايام في الاسبوع هتنزل 4 ايام في الاسبوع. لكن بعض الجامعات زي جامعه سينا، جامعه الجلاله، الجامعات دي بتديك فرصه ان انت تحط الجدول، فانت عايز تحط جدولك في يومين هتحطه، عايز تحطه في يوم واحد
لا صعبه شويه يوم واحد، دي افورت مني. لو عايز تحطه في 3 ايام هتحطه، انت بتحط جدول زي ما انت تحب. المباني داخل الجامعه كونها اقدم جامعه موجوده في مصر واول جامعه موجوده في مصر، فالمباني فيها مش حديثه قوي، ودي واحده من عيوب اللي كتير من الطلبه اشتكوا منها. بس يعني دي حاجه ممكن نتغاضى عنها، مش اللي هي الحاجه اللي تخليك تسيب الجامعه مثلا والشهاده القويه عشان موضوع المباني مش حلوه. العيب بقى الوحيد اللي انا شايفه ممكن نتقال عليه عيب فعلا، ان بعض الطلبه في بعض الكليات قالوا لي ان هم اشتكوا من فكره ان الادوات بتكون مش متوفره بشكل 100%، وفي نفس الوقت لو موجوده بتكون متهالكه. يعني هي في ادوات بتكون موجوده بس بتكون شبه متهالكه شويه، فدي مش افضل ميزه موجوده في الجامعه يعني. وفي برضو حاجه، ان اغلب الامتحانات بتكون تمتحنها جوه الجامعه، يعني مفيش فكره ان انت تمتحن امتحان اونلاين، والموضوع ده هيتعبك شويه في المذاكره، لان حاجات الاونلاين دي غالبا بتشيل عنك عبء الالتزام قوي، لان الاونلاين بيبقى الباب مفتوح ان انت عايز تفتح PDF، عايز تراجع مع نفسك تحل. الموضوع ده بييسر الدنيا شويه. فكره ان كل حاجه اوفلاين جوه الجامعه دي بتكون رخمه شويتين، رخمه بالنسبه لينا لكن مش رخمه بالنسبه لجوده الجامعه. فكون الحاجه اغلبها اوفلاين دي بتبقى حلوه لجوده الجامعه اصلا. اخر حاجه بقى هي عيب وميزه في نفس الوقت، ان نظام الجامعه صارم. يعني ايه نظام الجامعه صارم؟ يعني مش انت تقدر تغيره ابدا. فكره بقى ان انت تحاول دكتور مش عاجبك فتحاول تشتكيه عشان يمشي، او فكره ان في حاجه في نظام الجامعه مش عاجباك فتحاول تغيرها، الموضوع ده مش فليكسيبل ابدا في جامعه 6 اكتوبر. مش بايدك تغير الحاجات دي. فدي نقطه قوه، ان الناس غالبا او الجامعه بتكون ماشيه على نظام محدد في رتم معين ماشيين عليه، دي بتبقى نقطه قوه للجامعه. وفي نفس الوقت نقطه عيب، لان في حاجات اوريدي دايما بتكون غلط في اي مكان في العالم، فالحاجات دي المفروض احنا نلاحظها ونغيرها. فدي ميزه وعيب في نفس الوقت. اعتقد كده انا كلمتك عن اغلب الحاجات اللي موجوده في 6 اكتوبر، ولو انت حد طالب جوه الجامعه فيا ريت تكتب لنا رايك في الجامعه عشان تفيد غيرك. في رعايه الله.